نروح بقى الفقرة جميلة جدا، وهنشوف مع بعض هدف تاريخي وهدف يعتبر من أغرب وأجمل الأهداف في تاريخ الدوري السوداني. الهدف ده سجله لاعب نادي المريخ، كان في مباراة جمعت المريخ السوداني مع مريخ كوستي، وكان في الأسبوع الأول في الدوري السوداني، واللي جابه لاعب اسمه أوكرا. لا جاب هدف يعني من الصعب إن احنا نشوفه، يعني هو سجل هدفين، هم كسبوا 2-0، وهنشوف الهدفين مع بعض. وزي ما قلت كانت مباراة جميلة جدا، المريخ مع طبعا المريخ كوستي، و2-0. أوجستين أوكرا على فكرة بالمناسبة عمره 22 سنة، لاعب غاني. ادي الهدف الأول، هدف كويس، هدف جميل، وبيلتزم الفانيلا رقم 13 ومن النجوم الواعدة في المريخ. يعني 22 سنة عمره صغير ويقدر يدي الفترة، وبادئ بداية جميلة جدا مع الفريق. المباراة كانت في الأسبوع الأول في الدوري السوداني في مدينة كوستي. بصوا بقى حضراتكم الهدف الثاني اللي هيسجله لاعب المريخ، كان المباراة في استاد المريخ. بصوا الهدف الثاني هيسجله ازاي، راح ناحية اليمين، زاوية ضيقة جدا، عمل يلعبها بره ولعبها من ورا رجله لو تاخدوا بالكم، ولعبها فين؟ في الزاوية الضيقة. يعني هدف صعب جدا 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 جدا. هنشوفه مرة واثنين وثلاثة واربعة، لانه زي ما بقول هدف شخصيا انا من اغرب الاهداف اللي شفتها. هنشوف الهدف مرة تانية اللي سجله اللاعب الغاني أوكرا والمحترف في نادي المريخ، وكان الهدف الثاني، وكان هدف مسار اهتمام وتعليق كل وسائل الإعلام في السودان. طبعا بيتلقى التهنئة على الهدف الجميل اللي سجله، وجاي اهو من أقصى اليمين وراح خالص اتطوح، وقبل ما يوصل على الخط عمل ان هو هيطلع الكرة بره ولعبها بالشكل الجميل ده في الزاوية الضيقة. الحارس فوجئ بيها، كل الناس معتقدة انه يطلع الكرة بره، وسجل الهدف بكعبه. هدف جميل جدا، هدف جميل جدا 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 وصعب جدا. هو ذات نفسه لو حب يعمله 100 مرة ما يعرفش يعمله بالشكل ده، وراحت كمان في الحتة اللي عايزها. بصوا حضراتكم شوفوا مشيت ازاي الكرة. لا هدف غير عادي وهدف رائع. يبقى اذا اوكرا بيقود نادي المريخ للفوز على مريخ كوستي 2-0، وبعديها كسبوا الرابطة كوستي كمان في الاسبوع الثاني 2-0. شوفوا حضراتكم طاقم العمل كمان معجب جدا بالهدف، وعادوا 6-7 مرات، لانه فعلا هدف غريب ومن الصعب ان احنا نشوفه في ملاعب كرة القدم. بنحيي اوكرا على الهدف ده.